كان يا مكان في عالم الخيال. يلا نكمل حكايتنا. اللؤلؤة الزرقاء بتاعت ليان صاحبتنا. بعد ما لمعت اللؤلؤة الزرقاء في ايد ليان وسمعت صوت البحر كمان، ما كانتش قادرة تصدق. معقولة خلاص حلمها بيتحقق؟ كانت مفكرة ان ده اوهام، بس الحقيقة دايما عجيبة. وانفتح طريق البحر الليان، وبدون ما تتردد مشيت في الطريق المرسوم، وحبست أنفاسها واتحركت بهدوء لبوابة المدينة اللي هناك بعيدة. ما هي أصل معاها مفتاحها، أيوة اللؤلؤة الزرقاء. وفجأة بعد ما ليان حبست أنفاسها لقت الملكة قدامها، ملكة مدينة الكريستال وأسماك البحر كمان. بقوا يجروا عليها ويقول لها انتي اللي البحر اختارك، انتي الخير، انتي اللي معاكي اللؤلؤة الزرقاء. بصت ليان حواليها لقت مدينة متكاملة بشوارع ومباني وأسماك على هيئة بشر. مشيت ليان في شوارع المدينة، وكل ما تقرب حبة اللؤلؤة بتنطفي. ما هي خلاص وصلتها لهدفها. برغم ان الحكاية جميلة، لازم يكون للشر مكان وسطينا. لقت ظل اسود بيتحرك من بعيد هناك، كل ما يقرب بيطفي اضواء المدينة. وبس كده كفاية، بكرة نكمل الحكاية، حكاية ليان واللؤلؤة الزرقاء اللي دايما البحر عامل لها مفاجأة.